طيب عارفين لعبة حوالين يا كيكة؟ هما ماشيين كده دلوقتي، العيلة الحاجة جابر بقت ماشية بالموضوع ده، بس في طرف بيرمي كلام بس من غير دلائل خالص، مفيش اي حاجة ولا اي اثبات، والطرف التاني كلنا شايفينه اقوى لان اي حاجة بيبررها بدليل. طيب من البداية كده، لما اول ما الحاجة سوسو طلعت وراحت قالت انا ابني محمد سرق الذهب كله مني واخدوا مني وانا خلاص مش زعلانه، بس انا ابني يرجع لي وسيبك منها وطلقها واعملها وارجع لي في حضني، والكلام كل ده اللي قالته. وكمان قالت ان هو سرق القناه ومسحها وما بقاش فيه فيديوهات. محمد طلع فيديوهات من القناه بتاعتهم اللي هي لسه اصلا موجوده واي حد يقدر يروح يشوفها. طلع فيديوهات من قريب جدا، من 3 اسابيع كانوا فيديوهات منزلينها على القناه، ومن شهرين ومن 3، وهي لابسه الذهب وهو مسافر من حوالي 8 شهور. كنتي لابسه الذهب ازاي وهو سافر واخد الذهب معاه؟ العقل المدبر للحاجه سوسو مش هيغلب يعني. قام طلع بفيديو جديد، طبعا الحاجه يعني سوسو اللي كانها بتتكلم، وراحت قالت لا ده كان ذهب صيني، انا لابسه دهب صيني بس لما غير لون قلعته. يا حاجه سوسو، من الافكار الجهنميه يعني، انتوا هتقفلها لي من هنا هجيلك من هنا. وبعدين راحت قالت لا انا قلعتهم وانا جايه المطار علشان بس كان هيزمر بس وانا داخله في الجهاز وكده فقلعتهم. وبعد كده قالت عشان ما يجيش يقول لها ازاي جبتي نفس الشكل ده، من سنين السنين نفس الحاجه، من ساعه ما بتظهري في الفيديوهات نفس السلسله ونفس الغوايش والخواتم. فقالت لا ده انا جبتهم نفس الشكل، يعني انا جايبه دهب صيني نفس الشكل اللي انتوا عارفينه، علشان يبقى نفس الشكل محدش يتكلم يعني. يا سلام يا سلام يا سلام. وبعدين قاعده في الفيديو مره تبقى من غير الدهب خالص علشان بتقول ان هو اخده، فيديو تاني ينزل بالخواتم، تنسى تقلع الخواتم وتطلع بالخواتم. وعشان كده نزل ستوري كانت امبارح من ضمنها محمد بيقول له انت نسيت المره دي يا مخرج تشيل الخواتم من صوابعها. حاطط الخواتم، وفيديو تاني شالت الخواتم. سكتنا على كده؟ لا طبعا، ازاي؟ دخلنا بقى في موضوع ميرفت اللي كلنا ما كناش نعرف عنه حاجه، مجرد ان هو كان بيحبها كذا سنه وفجاه انفصلوا، كان مكتئب جدا ووشه حزين وطلع عمره هو والحاج جابر، وكان نفسيته شكله تعبانه جدا. الكلام ده اصلا من قبل فرح حسونه. وبعدين الحاجة بقى دلوقتي طالعة بتقول لا ده هو سابها عشان آلاء لفت عليه بقى، يعني هو اخدته من ميرفت. آلاء اخدته من ميرفت. آلاء ما شافتهوش غير من بعد فرح حسن اصلا، وهو شافها من بعد فرح حسن، ما كانش يعرفها اصلا من قبل كده. طب وهو سايب ميرفت من قبل الفرح من حبة حلوين يعني هو ما طلعش قال لنا غير بعد شوية، يعني هو كان بقاله مدة مكتئب وسايبها وبعدين طلع راح قال يا جماعة انا خلاص ما فيش نصيب. فمنين بيودي على فين يا حاجة؟ منين الاخراج بيبوظ، الاخراج بيضيع معاكم على فكرة، ركزوا، او اللي بيألف الموضوع فيه كده لخبطة احداث وتواريخ، لا ركزوا شوية. المشكلة ان اللي عمل كده فعلا هي نهال وحسونة، وطلع فيديو معترفة بيه وقايلة كل حاجة، وكان هو وقتها خاطب إسراء الحب والعمر بقى، وإسراء دي دخلت قلوبنا كلها برضو من أول ما شفناها، زي آلاء بالظبط، من أول ما شفناها كله حبها، وأول ما سابها كله زعل عليها كأننا كنا نعرفها معرفة شخصية يعني. المشكلة ان نهال اعترفت بنفسها، وهي اللي كانت عاملة الكلام ده كله اللي الحاجة سوسو بتقوله على آلاء دلوقتي، بس محدش قال عليها حاجة. طلعت وقالت ان هو فضلت هي اللي وراه، وفضلت تبعت له مسجات وفضلت تبعت له حاجات لحد ما تقابله، وكان وقتها كان اصلا يعني خاطب إسراء، وخدته يعتبر منها، فهو بتحطه مين في مين مش عارفه. الحاجة بتقول ان اخد ذهبها وقتها، اخد ذهبها وعطاه اللي راح لآلاء وغيره قبل ما يسافر، وجاب لها ذهب ليها هي عشان يسافروا بيه. فتقريبا هنا المشكلة بقى، تقريبا هي اتضايقت وغارت ان راح لجاب لآلاء شوية ذهب وما افتكرهاش بحاجة، فده زعلها. هي بتغير شوية. وعلى محمد بالذات، يعني انتوا شايفين ان محمد قد ايه خدوه معاها، وقد ايه مع العيلة كلها، وقد ايه حنين مع الكبير والصغير. فهي لما تحس ان انت مفتكرتنيش وجبت كل حاجة لمراتك، تقريبا شغل الحموات بقى بيطلع والغيرة، فاكيد ده زعل. هفتكر في يوم من الايام حمدي ايام ما كان لسه في الشقة وما راحش ما سكنش في فيلا وكده، كان مغير كل اجهزة الشقة، التلاجة بقى، وجاب تكييف وجاب حاجات شوية حاجات يعني. فراحت نزلت هي فيديو على طول، هم كانوا لسه برضو في شقتهم طبعا. قالت انا معيش اجيب فلوس تلاجة، التلاجة بايظة ومعيش فلوس.
طبعا بعدها على طول يعني في نفس السنة او حاجة كان حمدي نقل وراح فيلا، وبعدهم هما طبعا بشوية على طول راحوا نقلوا عاشوا في فيلا. فمنين عايشين قادرين تدفعوا ايجار؟ كان فيلا بتمن قد كده ومش قادرة تجيبي تلاجة. بس كانت باينة قوي ان هي كانت غيرانة ان حمدي جاب لبيته وما افتكرهاش برضو بحاجة. وكان ساعتها الناس بتحب الحاجة سوسو جدا، وحصل هجوم عايزة اقول لكم على حمدي، هجوم رهيب. افتكر مامتك ازاي كده؟ مش بيتك لوحدك، انت قادر تجيب زي ما غيرت الاجهزة كلها، مامتك نفسها في تلاجة ومش قادرة اجيب التلاجة. وكان هجوم رهيب على حمدي عشانها. كانت حقيقي محبوبة الحاجة سوسو والحاج جابر، محبوبين العيلة كلها يعني. بس حمدي اللي عمله ضيع الحب ده. حمدي اللي عمله بين قد ايه ان الست الكبيرة نفسها بتكذب، فكان عيب يعني. كان ضيع الهيبة والوقار بتاعهم وبتاع الحاج. الناس كتير زعلت قالوا له يا ريتك ما طلعت اتكلمت اول ما طلع وبقى يقول للحاجة سوسو تقول اي حاجة، اصل هي قلبها طيب، اصل هي عفوية، فتشتم عادي، تتمنى الموت عادي، تقول على ابنها انه مات عادي، تقول على التانية يا رب يجيلك العصب العاشر عادي، اصل هي عفوية. لكن لما حد يطلع يتكلم لا عيب يا ام سوسو، يا حاجه سوسو بتقولي كده ليه؟ لا انت مش محترم، انت مالكش دعوه. كان بيقول الاول لا انت مالكش دعوه، لو بنتك متبهدله ومتهانه بس هي راضيه انت مالكش دعوه. وشايف ان هو غلطان ان يطلع يقول لهم بنتي خط احمر مالكمش دعوه بيها. الاء تقريبا كانت يوميا كل ما بتشوف الحاج والحاجة لازم تبوس ايديهم. ولو تفتكروا معايا كان كل التعليقات الناس اللي حقيقي بتفهم، يعني انا كنت شايفة ان دي حاجة جميلة قوي بتعملها وحاجة بتزود الألفة ما بينهم والحب ما بينهم وكده، ان هم ناس زي باباها ومامتها فبتقدرهم. لكن في ناس حقيقي فاهمة في الدنيا وفاهمة في الحياة كنت الاقيهم يقولهم انتي بتعملي ايه؟ ما تبصهمش، ما تقلليش من نفسك. انا كنت بستغرب الكلمة بجد، يعني ايه ما تقلليش من نفسك؟ ده في مقام باباها ومامتها، فايه بوسة الايد تقللها في ايه؟ ده احترام ليهم يعني. ما كنتش فاهمه الا دلوقتي لما شفت اللي بيحصل ده فهمت. انا واحده من الناس بستفيد جدا من تعليقاتهم جدا جدا يعني. فمن ضمن الناس كانوا بيقولوا ما تبوسيش ايديهم، لما بتبوسي ايديهم انتي بتقللي من نفسك وهياخدوا عليكي وهيحسوا ان احنا كتير عليكي، فانتي انتي بتعملي كده معانا عشان احنا كتير عليكي، عشان احنا لقطة، عشان احنا نشلناكي بقى من الفقر ووديناكي في فيلل بقى، احنا عملنا معاكي الحاجات اللي انتي ما تطولهاش. لكن التانية اللي حاطه رجل على رجل ومش هاممها ودايما بتقول اهلي اهلي وجابولي وحطولي وعملولي، موصله لهم ان هي ولا حاجه فارق معاها. لا دي بنت ناس، لا دي فارق معايا. يا جماعه انتوا بتفهموا ازاي؟ والحاجة كانت بتقول انت طول ما انت بتتكلم على اخواتك انا اللي هقفلك وهتلاقيني دايما في وشك. فمعنى الكلام ان بيوصل لها، طبعا محمد ما بيقولش حاجة ولا بيتكلم ولا راضي يقول اي حاجة، لكن معنى الكلام ان في تسخين في ودانها ان هو بيشتم علينا بيشتم علينا. طب يا حاجه سوسو قولي له سمعيني، طيب قولي له طب هات وريني الفيديو شتم عليا فين، طب هات وريني قال عليا ايه سمعني. فلكن واضح انها بتصدق وخلاص، شتم عليكي فتزعل كدبك، ده طلع كدبك في الفيديو، فجايه مقهوره بقى بتقول انت بتكدبني قدام الناس. لا والغريبه ان هو يعني هي الناس ايه يعني؟ انا اتهمتي ابنك ضناكي حبيبك اللي هو احن حد عندك، دايما تقولي انه ابني ده قريب مني جدا، اتهمتيه بان هو حرامي وفضحتيه قدام الدنيا كلها ان هو حرامي، وعدتيها كذا مره اخدها بي اخد شقايه اخد شقايه. بعدين لا قلت له لو انا كدابه دافع وقول، فطلع فيديوهات يثبت ان انتي لابسه الدهب لاخر وقت وهو كان اصلا خلاص مش في مصر مشى. طلع بتقولي له انت بتكدبني، انت عايز تطلع امك كدابه. يعني هو المفروض يقول صح انا سرقت عشان ما تطلعيش كدابه، ما انتي بتتهميه بالباطل. طيب يا حاج. ولما طلع كده زعلت، راحت قالت ايه لا خد بالك ده دهب صيني، ده انا جايبه شبهه بس دهب صيني. هي مصممه تطلعه حرامي، مصممه تطلعه كده. ده حتى الابن لو فعلا وحش الام بتداري عليه وتحاول تنصحه وتحاول تدعيله بالهدايه، مش تفضحه قدام العالم كله.